آخر مرة كنت متضايق كنت عارف انت متضايق ليه؟ ولا كنت حاسس بضيق وخلاص ومش عارف السبب؟ كتير من الناس مش مشكلتهم في اللي بيحصل لهم، مشكلتهم ان هما مش فاهمين مشاعرهم، ومجرد ما المشاعر تكون متلخبطة الحياة كلها بتتلخبط. في الفيديو ده هنتكلم ببساطة ازاي تفهم مشاعرك، مش ازاي تسيطر عليها او تمنعها، ولكن ازاي تسمعها وتفهمها بدل ما تتحكم فيك. احنا ليه اصلا مش فاهمين مشاعرنا؟ احنا اتربينا على جمل زي كبر دماغك، ما تزعلش، ما تعيطش، والجمل دي اثرت فينا جدا، فكبرنا واحنا فاكرين ان المشاعر حاجة غلط، مع ان الحقيقة المشاعر زي اشارات المرور، لو ما انتبهتلهاش هتعمل حادثة. المشكلة مش في انك زعلان، المشكلة ان انت مش عارف انت زعلان ليه ولا هتعمل ايه بزعلك. يعني انا مش فاهم مشاعري، وحقيقي فهم المشاعر مش معناه تحليل معقد للمشاعر دي ولا كلام فلسفي. فهم المشاعر يعني 3 حاجات. اول حاجة اعرف انا حاسس بايه، تاني حاجة اعرف الاحساس ده طالع منين، تالت حاجة اتعامل معاه صح ازاي. مثال حقيقي من جلسة، كان في واحدة كانت بتقولي انا متوترة طول الوقت من غير سبب. فضلنا شوية نحاول نفهم هل هو خوف، حزن، غضب. بعد شوية قالت أنا عصبية، بس بخاف أبان عصبية. هنا ظهر الإحساس الحقيقي، غضب مكبوت مش توتر. أول خطوة كانت بس إننا نسمي الإحساس باسمه، اللي هو غضب مش توتر مش ضغط، ده اسمه غضب. أول ما الإحساس اتسمى التوتر بدأ يقل. ليه التسمية مهمة؟ لأن الإحساس اللي من غير اسم بيتحول لوجع، لخنقة، لضغط، الألم في الجسم. فعشان كده أول خطوة دايما اسأل نفسك أنا حاسس بإيه دلوقتي. أسمي الإحساس بمسمى واضح، أنا زعلان، أنا خايف، أنا غضبان، أنا قلقان. مثال تاني من جلسة لطفل كان بيجيله نوبات بكاء دايما قبل النوم. الأهل كانوا فاكرينه بيتدلع، لكن في الجلسة أنا طلبت منه إنه يرسم إحساسه، فالولد راح راسم سحابة سودة فوق سرير. فسألته هي السحابة دي بتعمل إيه هنا؟ قال لي بتخليني خايف. فالإحساس اتسمى باسم الخوف، ده مش عناد ومش دلع. لما الإحساس اتفهم السلوك بدأ يهدى. تاني خطوة علشان خاطر نتعامل مع المشاعر اللي احنا مش فاهمينها، ان انا اعرف الاحساس ده بيطلع منين. مش كل غضب سببه اللي حصل دلوقتي، ممكن يكون تراكم ضغط، تجاهل لكبت. فبالتالي اسأل نفسي سؤال، الاحساس ده ظهر امتى ومع مين، وهل في موقف مشابه شبه ده حصل قريب فانا حسيت نفس الاحساس. الخطوة الثالثة ان انا اتعامل مع الاحساس صح. مش كل إحساس محتاج رد فعل، مش كل غضب محتاج خناقة، ولا كل حزن محتاج انسحاب. أحيانا الإحساس محتاج إني بس آخد نفسي، أهدى، أفصل نفسي في مكان بعيد عن الناس شوية، أطلب دعم نفسي، أحضر جلسة، حد يسمعني. وبالتالي هتعلم إن الإحساس ده يعدي. إزاي أخلي المشاعر دي تطلع من جوايا وتعدي في هدوء وسلام. لو انت حاسس بإحساس انت مش عارف تتعامل معاه دلوقتي، او خنقة او ضيق او زهق، تعالى نعمل التمرين ده مع بعض. هتجيب ورقة وقلم وتبدأ تكتب كده في الورقة سؤال، انا حاسس بإيه دلوقتي. بنستخدم الورقة والقلم لان هما بيساعدوا على التواصل مع عقلي بشكل افضل. فهسأل نفسي سؤال، أنا حاسس بإيه دلوقتي، وأبدأ أسمي الشعور اللي أنا حاسه. ممكن أكون حاسس بغضب، حاسس بحزن، حاسس بقلق، حاسس بخوف. فأبدأ إن أنا أسمي الإحساس. تاني خطوة أسأل نفسي سؤال، الإحساس ده جاي يقول لي إيه؟ الإحساس ده جاي يقول لي، جاي يتكلم معايا ويقول لي إيه؟ هل هو غضب جاي يقول لي أنت حاسس بقلة التقدير؟
هل هو حزن جاي يقول لي ان انت في حاجات انت زعلان عليها انها فاتتك؟ هل هو قلق وتوتر وخوف من اللي جاي؟ فايه رسالة الشعور ده، او عايز يقول لي ايه بالظبط؟ الخطوة الثالثة، ايه التصرف اللي انا ممكن اعمله بحيث اني اعرف اتعامل مع المشاعر دي من غير ما اذي نفسي او اذي اللي حواليا؟ ممكن يكون التصرف بان انا اقعد اعمل تفريغ كتابي، اقعد اكتب اللي انا حاسه. ممكن في ناس قلت لهم على انه لما تحس بغضب انت ممكن تجيب مخدة وتنزل فيها ضرب وتتخيل الشخص اللي مضايقك فتطلع الشعور بتاع الغضب ده في المخدة. فازاي نعمل تصرف التصرف ده يساعدك في ان انت تطلع المشاعر اللي انت حاسسها؟ خلاصة كلامنا ان مشاعرك مش عدو ليك، مش عيب ومش ضعف. مشاعرك دليل بس محتاجة حد يفهمها. لما هتفهم مشاعرك هتفهم نفسك، هتفهم حياتك كلها، وهتهدى كتير. كورس من أنا بنتعلم فيه ازاي نفهم نفسنا ونفهم مشاعرنا وازاي نتعامل معاها. عشان كده أنا بدعوك تنضم معانا للكورس ده.